لك ايه يا عماد الحقني. بعد عني بعد الحقني يا عماد. ايه الحقني يا عماد. مالك يا بنتي في ايه؟ قطع لي التيشيرت وتنجم عليا. قطع لك التيشيرت؟ ايه يا عم الكلام الفارغ اللي بيحصل ده؟ وانت هتصدقها فعلا؟ انا دخلت البيت وقالت لي 5 دقايق وانت جاي، ونمت شويه ورحت في النوم لقيتها عملت الحركه الزفت دي. ايه اللي انت عملتيه ده؟ ما تصدقوش يا عماد، ده كداب. اتهجم عليا وبص. ولا انت لو ما كنتش اخويا كانت زمان دفنتك هنا. يالا ده مرات اخوك، اتفوق عليك يا جدع. اطلع بره، مش عايز اشوفك تاني. انت بتطردني ومصدق دي تعبانه على فكره. يا عم حاضر، لعبت في دماغك وانت بلعتها. مش عايز منك حاجه يا عم، وامشي زي ما انت قلت. سلام. خد بالك يالا، مفيش ورثه هيتكتب لك. تسلم لي يا سندي اللي واخد حقي. يلا نخش بقى عشان ابننا جاي. مالك يا عماد بتفكر في ايه؟ متضايق قوي من اللي اخويا عمله، وكل ما افتكر اللي امي كانت عماله توصيني عليه اتضايق. يا ترى هو فين دلوقتي؟ غار بداية بعد اللي عمله. عاجبك يعني اللي عمله؟ ربنا يسامحه، ربنا يسامحه. مرات اخوه يعمل فيها كده؟ عشان تديله الورث بعد كده. خلاص، ما انا قطعته منه، ما عادش ورث بقى خلاص. ورث ايه بالحركه الزباله اللي عملها دي؟ المفروض يا بنتي تمام اخته يا بنتي. الحمد لله ان الموضوع حصل وابننا مش هنا، كانت هتبقى كارثة. كويس عشان ما يشيلش من عمه. بس اهم حاجة بنوة ما يعرفش اي حاجة عن الموضوع. يا بنتي انت هبله يا بنتي، اكيد لازم ما اعرفوش. هو ما ينفعش اصلا ياخد صوره وحشه عن عمه. بس انت غلطان يا عماد، انا اشتكيت لك منه اكتر من مرة وقلت لك انه نظرات اخوك ليا مش حلوة. يا بنتي انا ما اعرفش بقى اللي هيحصل كده، انا ما اعرفش، انا كنت مفكرك بتهزري. ههزر في حاجات زي دي؟ ايه يا بنو عامل ايه؟ ثانية واحدة. تاني. الو. ايه يا بنو عامل ايه؟ إيه يا عم عامل ايه؟ انت اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. انا الحمد لله تمام. انت عامل ايه؟ انا الحمد لله بخير برضه. انت فين كده؟ انا قاعد مع واحد صاحبي كده على الكافيه. مم. والله كنت عايزك في حوار كده بيني وبينك. انت عارف يعني انت عمي وعشرة عمري ودايما بقعد معاك ونحكي لبعض وكده، فكنت عايزك بس نتقابل مع بعض نتكلم سوا. طب خير يا ابني، طب ما تقول لي في التليفون. مش هينفع في التليفون يعني، لو تعرف تجيلي البيت تعال. لا صعبة، مش عارف اجيلك البيت خالص. ليه في ايه؟ يعني حصل مشكلة كده بيني وبين والدتك وابوك، فمش عارف اخش البيت تاني يعني عندك. ما انا سمعت عنها، بس يعني كده كده اصلا سمعت ايه؟ ما لما تيجي اقول لك عامة ابويا وامي نزلوا، فلو هتعرف يعني تجيلي البيت تعالى ونتكلم مع بعض، ولا اقول لك باش البيت طلع على السطح فوق ونتكلم سوا. خلاص ماشي، مسافة السكة واجيلك. ماشي تخش عليا يا حبيب قلبي. حبيبي ماشي. سلام. سلام. هو حق اللي انت عملت في امي ده؟ ما تقولش انك هتصدق زي ابوك. انا عمري ما اعمل حاجة زي دي، ده انت عارفني اكتر واحد. لا طبعا ما حصلش. طب احكي لي حصل بالتفصيل بالظبط. حاضر احكي لك كل حاجة. انا كنت جاي لابوك عادي، خبطت على الباب، هي فتحت لي. عماد فين؟ قالت لي هو 5 دقايق وجاي. قلت لها طب خلاص انا هستناه بره. قالت لي لا 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 لا، خش جوه، ده هو 5 دقايق فعلا وجاي، مش هيتاخر. ماشي. فدخلت رغم ان ده غلط مني، وانا فعلا غلطان لما عملت كده. قعدت على الكنبه، انا مطبق بقالي يومين في الشغل، فغفيت رحت في النوم. وفجاه لقيت امك المحترمه قامت جايه قطعت تيشيرت عليا ولقيتها بتصوت. اتفزعت، بقول لها في ايه؟ في إيه؟ انا ما عملتش حاجه في دخلة ابوك. ابوك اتسوح، طردني وقال لي احرمك من الورث. انا مش فارق لي فلوس، انا كنت جاي له اصلا والله ما تصدق عشان اقول له ان الوقف اللي على الارض اتقبل. خلاص يا عم ما تكملش، انا صدقك. تعالى يلا. اللي شبكنا ايه في ايه؟ هو حق اللي سمعته من عمي ده ان انتي اتبليت عليه وقعدت التيشيرت؟ لا ما حصلش. مين اللي قال لك كده؟ ما حصلش الكلام ده. قال الكلام ده؟
عمي قابلني وقال لي كل حاجة، وإن أنتي عملت تيشيرت عليه، وأنا كنت متأكد من الأول إن عمي ما يعملش كده، وواثق لأن عمي زي ما أنت عارفة كان وأنا صغير بيخرجني أكتر منك، كان بيوديني كل حتة، كان بيوديني الدرس ورجعني من الدرس، يوديني الدرس ورجعني من الدرس، عمره ما أثر معايا في حاجة. في الآخر تتبلى عليه، مش أمي وأنا أعرفك. أمي اللي كنت أعرفها زمان وأنا صغير عمرها ما عملت اللي أنت عملتيه ده. وأبويا لو عرف احتمال يموتك، لا يمشيك من البيت، عشان أخوه. واللي أنت عملتيه غلط، آخر مرة أقولها لك، حاولي تصلحي الموضوع بطريقتك بقى. اه قطعت التيشيرت وعملت كده عشان بكرهه وما بحبوش، عايزني استنى لما ياخد الورث؟ وبعدين يا حبيبي انا عملت ده عشانك انت. احنا لو حصل لنا حاجه عمك هيرميك في الشارع.